لو هنتكلم عن منتخب مصر بقى، شايف ازاي مباراته امام روسيا يوم 28 صح؟ نتكلم و... بجد. و... اه احنا ما عندناش منتخب مصر. مم. يعني ده خالص. رأي صادم. بس اي حد عقلاني او بيحب بلدي هيعرف ان احنا ما عندناش منتخب مصر. احنا عندنا منتخب حسام حسن. مم. ف وهو قدر ينجح بنجاح باهر ان هو يبعد منتخب مصر عن هويته الوطنيه. احنا مم. عندنا منتخب مبني على حاجات تانية خالص غير معايير الرياضيه المعروفه. بنشوف لعيبه بتنضم للمنتخب، بتنضم ليه ما تعرفش. ما تشوف لعيبه بتمشي من منتخب مصر، بتمشي ليه ما تعرفش. فانا بس محتاج اعرف منه هو ازاي او ايه هي المعايير اللي بيروح لها في لحظه اختيار لعيب، او مم. بيمشي لعيب ازاي، عشان بس في الاخر نعرف هو ده منتخب مصر بجد ولا منتخب حاجه تانية. مم. فده سؤال مهم برضه. احنا سعداء مصر. احنا بنعيش ايام فعلا فعلا ولا الخيال. والحقيقة انه في حاجات كتير لما تقعد تركز في تفاصيلها من بعد المباراة هتلاقي انه لا، يعني لا، مش تحلم، يعني مش تحلم. واللي حصل ده انجاز كبير، انجاز كبير، علشان لغة العقل فيه بتقول لما تيجي تبص لنفسك والناس اللي طول الوقت كانت تقول لك انتوا عملتوا ايه ولا انتوا بتعملوا ايه ولا يعني ايه، خد بالك انه اصعب حاجه دايما في اي مشوار في الدنيا اوله. خطر جدا. ليه؟ لانه اذا ودنك سمعت وقلبك اتاثر وعقلك ما بقاش فيك، خلاص. فلو مع اول لقطه والناس بتقول لك ايه يعني بلجيكا دي النسخه الاقل من بلجيكا، هتفرط منك. فلو كملت بعديها وجيت ماتش نيوزيلندا وانت تحت ضغوط انك عايز تكسب، فالكلام انه ايه يعني نيوزيلندا يعني، ودايما بيحطك تحت ضغط انه انت لو كسبت فعادي، دي فرق تعبانه. انت لو خسرت ما قلنا لكم انتوا مالكوش فيها. ودايما حطك في الحته دي. طب انا اكسب، كسبت نيوزيلندا، يعني نيوزيلندا اللي انت بتتكلم فيها دي، عديت نيوزيلندا، هلعب ايران، تعادلت مع ايران، ساب الماتش كله، مسك في اخر 5 دقايق قال لك يعني يا راجل ده انت كنت هتتفسح، يا راجل كنت هتبقى تالت. ما بيقولهاكش بنفس الانطباع اللي انت بتقوله انك كنت قلقان وخايف. لا، يقول لك يا راجل ده انت كنت هتخرج وتقعد تحسب. انتوا فاكرين نفسكم ايه؟ هيجي لك قدام استراليا نفس الفكره. لو كسبت ده ماتش عادي، لو خسرت ما دي حقيقتك، ما دي امكانياتك، ما احنا كنا بنقول لكم الحقيقه وانتوا كنتوش بتسمعونا. اسهل حاجه في الدنيا الرهان على الفشل، احط كل اللي عندي على فشلك وافضل مستنيها لك. لو ما عدتش بالخطوه الاولى فهتبقى في الثانيه، لو مش في الثانيه هتبقى في الثالثه، لو في الثالثه هتبقى في الرابعه، وافضل مستنيك. واخطر ما في الموضوع انت نفسك لو تركيزك اتشتت. وانا بكلمك على منظومه منتخب مصر، منظومه كبيره بمدير فني، بجهاز فني، بلعيبه، ببعثه اعلاميه. فاهم خطوره الموضوع عامل ازاي؟ طيب، فلما نيجي نقول للناس، الناس العاقله، الناس السويه، لما نيجي نقول للناس تعال اقول لك انا عملت ايه، انا راجل انجازي في ان انا مش مخبي عليك حاجه على فكره. في اللي هقوله لك ده انا مش مخبي عليك حاجه، انا مش بفاجئك على فكره، مش هقول لك حاجه مفاجاه. انا راجل بشوف كاس العالم من بعيد بسورق، بس بيغمى عليا من الفرحه، ما بصدقش. انا راجل في كاسات العالم كلها منذ انضمامها، منذ انطلاقها لحد اللحظه اللي انا فيها ديت، انا وانت ما عشناش وما شفناش غير هما مشاركتين، 90 و2018. وفي واحده زمان حكولنا عليها 34، وقعدنا من 34 لحد 2018، 28 مليون سنه انا ما اعرفش حاجه عن كاس العالم ده. تخطيفي تطي بشوفه كده من بعيد، احلم بيه وما اعرفش اروحه، احلم بيه وما اعرفش اطوله. فانا مش مخبي عليك حاجه على فكره. حجم مشاركاتك في كاس العالم اللي انت عشتها وشفتها هم اتنين ما عملتش فيهم حاجه. رحت عملت اداءات كويسه لكن تحت بند التمثيل المشرف.
رضينا بده في 2000 في 90 رضينا بيه، لكن ما رضيناش بيه في 2018. محدش رضي بيه، محدش قبله. كل الناس كان عندها فكره انه لا انا كان المفروض اعمل احسن من كده، انا مش هروح كاس العالم اقعد اتفرج عليه برضه يا جماعه من بره. مش ضيف خفيف انا اجي ابوس بوسه وحضن ومشينا ركبنا الطياره رجعنا من الطياره. انا ما بخبيش عليك، انا بقول لك ان دي امكانياتنا الحقيقيه. فانا لما رحت كاس العالم المره دي انا تاريخي، وركز بقى في الكلام اللي هقوله لك، انا تاريخي في المشاركات مرتين ما عملتش فيهم اي حاجه. طيب تعالى بس عشان اعرفك انا عملت ايه. انا رحت لعبت بلجيكا. بلجيكا دي لعبت كام مره كاس عالم؟ كام نسخه شاركت في كاس العالم؟ هي رايحه كاس العالم ده وهي معاها كام مشاركه؟ 15 مشاركه في كاس العالم. المصنف التاسع عالميا. يعني هو بيروح زي السلام عليكم، بيصحى كل 4 سنين سلام عليكم انا في كاس العالم. ناس لحد 2018 و22 شافوا سيمي فاينال وشافوا مركز ثالث وجربوا كل حاجه في الكوره في كاس العالم. عنده حجم مشاركات غير طبيعيه. الارث اللي عنده مرعب، حجم الخبرات اللي عنده مرعب، حجم الزيارات اللي راحها على كاس العالم مرعب. حط كل ده وانا رايح العبه ومفيش في ضهري حاجه. فيقول لك اصل انت متعادل مع منتخب بلجيكا. يا راجل بقى، يا راجل اركن بقى، يا راجل بقى، يا اخي اتقوا الله، احسبها حسبه العقل. ده انا رايح وما حلتش حاجه. انا رايح على الابيض قدام منتخب التاسع على العالم، 15 مشاركه في كاس العالم، لاعب 55 ماتش في كاس عالم. منتخب بلجيكا لعب 55 ماتش. انا بجيب جون بقول انا جبت جون. يا يلا اللي انا بجيب جون يا جماعه. يا اخوانا احنا بنجيب اجوان يا جماعه، بنرفع ايدينا كده. فايزين في ال 55 ماتش 23 ماتش. 23 ماتش. شايفه جاي لك منين؟ انت بقى ما دقتوش خالص المكسب في اوضه اللبس في كاس عالم ده، انت ما كنتش دقته خالص. صباح الخير. دي بلجيكا اللي انت بتقول لي ان انت كسبتها كده يعني او اتعادلت معاها كده، دي اللي انت بتقلل من مجهودي فيها. نروح للي بعده. احنا لعبنا بلجيكا، دخلنا على نيوزيلندا. نيوزيلندا اللي انت مش شايف انه ماتش بقى وبتاع وها، 3 مشاركات في كاس العالم. على الاقل مشاركه اكتر منك في الحقبه القريبه. هقول لك انه منتخب يبدو انه في المتناول، بس انت شفته كان في كاس العالم عامل ازاي. مش فريق سهل ابدا. شفت الشوط الاول عامل ازاي، وشفت انا الشوط الثاني عامل ازاي، ورجعت ازاي. ايران منتخب بيصحى كل يوم الصبح على غير ريق بيروح كاس عالم. ما عندوش مشكله، صباح الخير. 7 مشاركات في كاس العالم. 7 مشاركات في كاس العالم. لعبوا 21 ماتش في كاس العالم. وانت حضرتك انا لما جيت اتعادل معاه، انا اللي متقدم وهو اتعادل معايا، انت حضرتك بتقول لي انه ده عادي. انت شايف ان ده عادي؟ شايف ان ده عادي؟ شايف ان ده عادي يا عديم الانصاف؟ شايف ان ده طبيعي؟ ده حجم مشاركاته. انا بعد على نفسي عدد الماتشات اللي لعبتها في المشاركتين القريبتين، 2018 ودلوقتي و90. 3 و3 وكل سنه وانت طيب. السلام عليكم. ولعب 21 ماتش. تاريخه وارثه ورصيده اللي جاي بيه اكتر منك. شاف ملاعب وسافر وشاف مغامرات وتحديات اكتر منك. طب سيبك من اليغمه دي كلها. تعال نروح لمنتخب استراليا. منتخب استراليا ده عدد مشاركات متتاليه مرعبه. مشاركين في كاس العالم 7 مرات. لاعبين 24 ماتش. فايزين في 5 ماتشات. مسجلين 20 هدف. منتخب على التوالي بيروح كاس العالم ده عادي جدا. ما عندوش مشكله. اعتقد من 2006. 6 و10 و14 كمل يا باشا لحد ما توصل للنسخه الحاليه. حجم مشاركاته عامله ازاي؟ وامكانياته عامله ازاي؟ وجاي يلاعبني وانا مفيش في ظهري حاجه.
وبخرجهم من كاس العالم. عشان كده بقول للناس افرحوا واتبسطوا، احنا حقيقه اتحطينا في اختبارات صعبه، وانا لما اجي بقارن نفسي بنفسي، انا كنت فين وبقيت فين. انا رايح وانا ما عنديش حاجه، انا رايح وانا لازم الناس بس تتناقش بالمنطق. انا رايح وانا فاقد هويه، فاقد شخصيه منتخب، فاقد طريقه لعب، عندي شكوك في كل حاجه حواليا، ما عنديش حد راح المساحه دي قبل كده. انا رايح وانا حاطط ايدي على قلبي ما تعباش، انا رايح وانا مش عارف انا السكه بتاعتي هتبقى عامله ازاي. انت مستكتر عليا فرحتي ومستكتر عليا اشوف ان اللي حصل ده انجاز ازاي بأنهي منطق؟ انا جاي من حته لما بعمل ماتشات في مصر في استاد القاهره بيحضر 10 تنفار بالعافيه، وبنقعد نقول للناس انتوا ما بتروحوش ليه؟ وهو هيروح لك ليه لما هو ما شافش منك حاجه؟ ما هو شايفك صايم من 2010، اللهم فترات بس عشان نبقى للانصاف، فتره صعودنا لكاس العالم 2018 وماتش الكونغو، لكن الباقي كله انت ايه؟ صايص في بحر الظلمات. اي منتخب في نفسه حاجه يجي يقول لك انا لاعب منتخب مصر واكسب وهو بتصيط. ما هو منتخب مصر مش شايف قدامه، منتخب مصر ده ما بيشوفش حاجه، ما بيشوفش حاجه كويسه. احنا اي فرقه كانت بتفسحنا، ولا انتوا ناسيين؟ اي حد بيعمل علينا نمره، اي حد بيعمل اي حد عايز يعمل ماتش كبير بيجي يعمل ماتش كبير علينا ويتصيط ويقول لك انا كسبت منتخب مصر. انا جاي من الحته دي، فما تستكترش عليا لما اشوف منتخب بلدي النهارده في الحته دي اسقف واقول ده اسقف بايدي ورجلي، اسقف بايدي ورجلي وامشي على الحيطه، لان انا عارف كويس ومتمن اللي عمله حسام حسن.